انا عايز اسالك سؤال ما سالتلكش قبل كده. اسال. الجواز من اوروبيه افضل ولا من مصريه؟ هي الستات كلهم واحد، ولاد حوا كلهم واحد. يعني هي الست لو حبتك هتخلص لك وهتوفي ليه. مش هتفرق مصريه اوروبيه، اصل كلهم واحد. مش هتفرق اوروبيه مصريه هنديه، هي لو حبتك وانت حبتها هتعيشوا. يعني هي كلها واحد، مش فارقه يعني تتجوز مصريه ولا اوروبيه، الستات كلها واحد. طب انك تخلف من واحده اوروبيه ولا تخلف من مصريه افضل؟ دي بقى المشكله بقى، بس انا من وجهه نظري تخلف من مصريه. اقول لك ليه؟ لان هنا في اوروبا انت لو خلفت وحصل مشاكل ما بينك وما بين مراتك وجيت تسيبها، مش هتعرف تاخد بنتك تنزلها بلدك، وده اصعب حاجه في الحياه، لان الضنا غالي. اي اقسم بالله زمان لما انا كنت بقول لامي انت بتكرهيني، كانت تقول لي بكره تخلف وتعرف ان الضنا غالي. فاصعب وجع واكتر حاجه تكسر البني ادم وتوجعه الضنا. فانا من نظري مش على حكايه ان انت لو خلفت من اوروبا الخلفه وحش، بس لا، في وقت الفراق قلبك بيتقطع وبتبقى كاتب، ولا تقدر تحرم من بنتها، ولا انت تقدر تاخد بنت. فانا من رايي لما تخلف من بنت بلدك، حتى لو اختلفتم وحصل ما بينكم مشاكل وفي يوم من الايام سبتوا بعض، بنتك في بلدك مطمن، بنتك جنبك عاوز تشوفها كل يوم تشوفها. انما دلوقتي لو انت مخلف في اوروبا وجيت مثلا اختلفت انت وامها، مش هقول لك امها تمنعك ان انت تشوفها، بس حصل ظروف وحصل مشاكل وقررت ان انت تستقر في مصر، مش هتاخدها ولا هتعرف تنزلها. هي دي المشكله، دي الحاجه الوحيده يعني اللي بتكسر البني ادم هنا. والحمد لله يعني كل شيء اسمه نصيب، ومش حوار اللي انا اقول لك ما تخلفش من اوروبا. لا، انا اقسم بالله انا واحد يعني عن تجربتي، انا مراتي ست الكل ومرة يعني ب 100 راجل، واحسن ايام حياتي قضيتها معاها، ولها الاحترام والحب والتقدير مدى الحياه. بس هي الظروف. الفراق صعب عليك؟ سيبك من السؤال ده. قول بس، رد بس، والله لا انت راضي. مش عشرة وعمر وبتبقى صعبة، حتى لو انت بتكبر ومش بتبان الناس اللي هي بتبقى صعبة، بس بتبقى صعبة. صعب عليك. والراجل صعب اللي هو يبان ان هو مقهور ولا مكسور، حتى لو بتقطع من جوه. الناس كلها اليومين دولت شايفاك انك متضايق وزعلان. زعلان من ايه بجد؟ طب طلع اللي جواك. قلبك مليان، صدرك مليان حاجات كتير. زعلان من الظروف، من الدنيا، الفراق صعب. ده اللي انا اقدر اقوله، مش هنتكلم كتير. سيب اللي جوه جوه، خليه مكتوب.